السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير. النهارده هنعرف ازاي نعمل جدول في الاكسل وازاي نسطر وننسق جدول في الاكسل. علشان تسطر وتنسق جدول في الاكسل في طرق كتير. خلينا النهارده ناخد طريقه بسيطه كده وسهله علشان الناس اللي لسه اول مره تتعامل مع الاكسل يبقى بالنسبه لها الدنيا بسيطه وسهله. اول حاجه هتعملها حدد الجدول اللي انت عايز تسطره وتنسقه في الاكسل. لو انت واقف بعيد ومش محدد الجدول انت كده هتعمل برواز على الخليه دي بس. طيب انا هحدد الجدول وبعدين يا اما تعمل كليك يمين وتفتح فورمات سيل علشان تفتح النافذة دي ومنها تختار بوردر، يا اما هقفل وتعالوا نشوف طريقة تانية علشان افتح بيها فورمات سيل. يا اما وانت محدد الجدول اعمل كنترول واحد برضو هتفتح لك فورمات سيل. طيب المطلوب منك ايه دلوقتي؟ المطلوب منك ان انت تفتح القايمة او التابة بتاعة بوردر، وبعدين لو انت لقيت نمبر هي اللي مفتوحة افتح بوردر. بالمناسبة النمبر دي احنا شرحناها في فيديو قبل كده، ممكن نسيب لكم الرابط بتاع الفيديو بتاعها، ده مهم جدا تعرف ازاي تنسق الارقام في الاكسل. طيب تعالوا نروح لبوردر. بعد كده هتشوف الشكل بتاع الخط اللي انت عايزه ايه. انت عايز التسطيره بتاعت الجدول شكلها عامل ازاي؟ انا عايزه الشكل ده مثلا. خلي بالك انت كده لسه ما طبقتش الشكل ده، لازم علشان تطبق الشكل ده تقول له اوتلاين، تدوس على اوتلاين يعني الحدود الخارجيه للجدول، وانسايد الحدود الداخليه للجدول. لازم تدوس على الاثنين دول. طبعا نن يعني مفيش، انت كده بتشيل الحدود. خلينا ندوس على اوتلاين وانسايد وهقول اوكي. اول ما بتقول اوكي اتعمل عندك الجدول وتسطر الجدول، مفيش اي مشكله. خلينا نحدد الجدول تاني علشان عايزين نكبر الخط بتاع الجدول او نكبر حجم الكلام شويه. فانا هروح على قائمه هوم واروح على الجزء بتاع تنسيق الخط ده اكبره شويه مثلا، وبعدين عايزه الجزء اللي فوق ده يبقى بولد مثلا، تخين شويه كده. عايزه الاسماء مثلا برضو تكون بولد. طب عايزه الكلام في وسط الخليه، حدد تاني الجدول وبعدين هتروح قائمه هوم هتلاقي الجزء بتاع الالاينمنت المحاذاه، خلي الكلام في النص. لو انا وسعت الخلية كده شوية هتلاقي الكلام في نص الخلية. ممكن في طريقة تانية لتسطير الجدول بنفس الفكرة. انا لو حددت الجدول كده، احنا في قائمة هوم فتحت الجزء بتاع بوردرز، ممكن اقول له اول بوردر بس ما بيدينيش نفس شكل الخط اللي انا عايزه، بيديني خط خفيف شويه. لو انا عايز بقى شكل الخط ممكن افتح بوردر واقول له مور بوردر، برضو هيفتح لي نفس النافذه بتاعه فورمات سيل، وهنا هختار شكل الخط وبرضو اوتلاين وانسايد واوكي. طيب انا لو عايز اخلي الجزء اللي فوق في الجدول ده لون تاني، حدد الجزء اللي فوق ده كده وبعدين روح على قائمة هوم هتلاقي هنا الاداة بتاعت فيل كلر، افتح السهم ده وشوف اللون اللي انت عايزه هيتطبق معاك. ممكن احدد الجزء ده كده وبعدين برضو اختار له لون. يبقى انا كده عرفت طريقة من طرق تسطير الجدول وتنسيق الجدول في الاكسل. ممكن هنقول طرق تانية ان شاء الله في فيديوهات تانية. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو. لو استفدت من الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير علشان غيرك يستفيد. كمان لو لسه ما اشتركتش في القناة اشترك في القناة وفعل الجرس علشان يجيلك كل جديد. اسيبكم في رعاية الله.